في احد الغابات فيه عالم اسمه كلايد بيجري من الغابة من مجرم بيتبعه، والعالم كلايد معاه خريطة ولوحة مهمة خاصة بالقبيلة اللي عاشت في الغابة زمان. وما قدرش كلايد يهرب للكهف، وقال للمجرم انه ما يغضبش الوحش لانه كلايد بيحمي الناس منه، وما اهتمش المجرم غير انه يقتل كلايد ويسرق الخريطة. ولكن فيه وحش غريب هجم على المجرم ده. وتاني يوم الصبح بيظهر جون وهو متجه للقرية اللي حوالين الغابة، واخوه تريستان ورث بيت جده كلايد اللي مات، وجون اخوه كلمه عشان يوصله للبيت. وجون ما شافش اخوه من زمان بسبب زوج الام الفاسد واسمه سام، وهو طلق الام وسابهم من غير فلوس، واضطر جون انه يشتغل بعيد ويصرف على عيلته مكان سام. ووصل جون للبيت وخبط وما لقاش رد، وشبكة التليفون هنا ضعيفة ومفيش انترنت. والكلب ماكسي سمع صوت وشم ريحة وجري للغابة، وجري جون وراه، ولقى جون حيوانات متاكلة وخاف. وفجأة لقى اخوه تريستان ظهر وقال له انه ما يعرفش فيه ايه في الغابة، وبيتمنى تريستان انه يظهر وحش سحر لطيف بيحقق الامنيات. وادى تريستان لجون وصية الجد كلايد، والجد بيقول انه بيسلم ارضه وابحاثه وتاريخه وتاريخ عيلته لتريستان وجون، واداهم الحرية انهم يعملوا اللي هم محتاجينه عشان يأمنوا مستقبلهم. وتريستان لما وصل للبيت لقى كتب وابحاث وورق كتير ومهتمش بيهم ورماهم في غرفة الجد كلايد. وتريستان شايف انهم لازم يبيعوا البيت والارض، وقال تريستان انه فيه مكتب عقارات قريب من القرية وهيروح يعرض كل حاجة للبيع هناك. وعرف جون ان الارض دي زمان كان عايش فيها قبيلة ولسه في منهم افراد عايشين في القرية. وتريستان كلم جون عشان يفكروا مع بعض اذا كانوا هيبيعوا المكان ولا لا، وجون متردد لان جده عاش حياته كلها في المكان ده ومش المفروض انهم يبيعوه. والجد طول حياته كان مشغول بابحاثه ومش مهتم بيهم بعد ما سام طلق امهم زمان. ولقى جون صورة لصديق كلايد الوفي واسمه جارفي، وراح تريستان يدفن بقايا الحيوانات عشان الريحة وكمان الكلب ماكسي. وتريستان كان فاكر ان جون هيساعده في اتخاذ القرار، ولكنه طلع غلطان ومش عارف هل لازم يبيع المكان ولا لا. وتريستان ما زال زعلان من جون لانه ما سألش عليه من زمان، وحاسس انه المفروض انه ما كانش كلمه اصلا عشان يوصل للبيت. ولقوا الباب خبط وظهر جارفي صديق جدهم كلايد، ورحب بيهم في المكان، وهو اللي كان معاه وصية جدهم، وقال انه كان راجل طيب وذكي. وسألوه على بيع المكان، فقال لهم ان الارض دي مرتبطة بيهم وبالقبيلة، والاتنين ما يقدروش ينفصلوا عن بعض. وجون اكتشف ان تريستان بيبيع مواد مضرة ومخبيها هنا في البيت، وتريستان بيساعد صديقه جاري الفاسد عشان يقدر تريستان يكسب فلوس. والليل حل والكلب ماكسي حاسس انه في حد مراقبهم من الغابة، وجون وتريستان بيفتكروا ذكريات الماضي، وجون هو الاخ الكبير لتريستان. وهما بيتكلموا فجأة سمعوا صوت غريب من الغابة، والكلب ماكسي قلقان، واكيد ده صوت الحيوان اللي بياكل اللحوم، وهيدخلوا للبيت عشان يحموا نفسهم منه. وهم نايمين صحي الكلب وصحي جون وتريستان لانهم سمعوا صوت في البيت، وما خدوش بالهم من الكائن اللي حوالين البيت، ولقوا الشباك مفتوح وافتكروا ان هو سبب الصوت، وهم نسيوا يقفلوه. والصبح استغرب جون من اثار المخالب الضخمه اللي على خشب البيت، ومين الكائن اللي مخالبه بالحجم ده. ولقى تريستان ان اصدقائه وصلوا، وجاري الفاسد هيعمل حفله عشان يتاكد ويطمن على وجود المواد المضره في البيت. ومعاه صديقه بن و3 بنات، وهم بيك وكات وانيا. وانيا بتكون هي حبيبه جون زمان، والبنات معجبين بالمكان ومرتاحين للبيت. وراح جون لمكتب جده كلايد عشان يعرف معلومات عن الابحاث الخاصة بجده زمان، ولقى الخريطة واللوحة، ولقى الخبر الخاص باختفاء الجد زمان. والجد كان قايل في الاخبار انه هيكتشف حاجات قوية جدا في الغابة. واستغرب جون ومحتاج انترنت عشان يبحث اكتر. والشباب مستمتعين بالمشروبات، وفجأة سمعوا صوت غريب من الغابة، وطلب جاري من بن انه يروح للغابة ويتأكد. واكتشف جون ان انيا هي حبيبة جاري دلوقتي وهو مش مهتم بيها. وراح لها جون واعتذر انه سابها واختفى فجأة من 7 سنين، وهو ندم على اللي عمله، ولكن كان مضطر انه يشتغل عشان يصرف على اخوه وامه. وفجأة سمعوا صوت صراخ بن في الغابة، وراح له جون ولقاه سليم. ولكن جون شاف كائن ضخم وطويل وعينه حمرة، والكائن اختفى. ورجع جون مع بن للبيت، وبن قال له انه شاف وحش وهو مش مرتاح، ونصحهم كمان انهم يمشوا من هنا. ولكن طبعا ما اهتموش بكلامه وافتكروه انه سكران بسبب المشروبات. وما قالش جون للشباب على الوحش اللي شافه في الغابة عشان ما يخوفهمش.
والصبح حل والشباب نايمين، وتريستان صحي ولقى جون بيجهز العربية وهيمشي، وصحيت انيا وهما التلاتة هيروحوا للقرية، وجون هيدور على انترنت عشان يعرف اكتر عن ابحاث جده كلايد. وتريستان وانيا هيتسوقوا وهما ناموا كويس امبارح بالليل وما سمعوش اي اصوات للكائنات، ووصلوا للمدينة وسابهم جون وراح لمكان فيه انترنت، وعرف انه جده كلايد كان عالم بيدور على الكائنات الغامضة، والجد كان مهووس بالبحث عنها لانه مفيش دلائل واثباتات ومعلومات بتؤكد ان الكائنات دي حقيقية. ولقى شوية من صور الجد وشاف فيها نفس الكائن الضخم اللي شافه في الغابة امبارح، وبدأ يحس بالقلق، وهم فعلا لازم يبيعوا المكان ويمشوا بسرعة لان جون مش مرتاح للغابة. وجاري لقى ان بيك هتروح تعوم وهيروح وراها، وبيك ماشية حست بحاجة، وحست انها شافت الوحش ولكنها ما لقيتهوش، وحست انها بتهلوس، ولكنها وهي ماشيه في الغابه حست ان الوحش بيتبعها، واكتشفت ان جاري هو مصدر الصوت وسابته ومشيت. وجون والشباب راجعين للبيت، ولكن جون هيعدي على مكتب العقارات عشان يعرضوا مكان جدهم للبيع، وتريستان وانيا بيتكلموا مع جون ولكنه مش مركز معاهم بسبب اللي عرفه بخصوص ابحاث الجد عن الكائنات الغامضه، وخايف ليكونوا امام وحش هم مش عارفينه ولا هيقدروا عليه. وصلوا لمكتب العقارات وقابلوا ريتشارد ورحب بيهم، وادى لتريستان الاوراق الخاصه ببيع المكان، ووعدوا انه هيبيعوا بسرعه وبافضل مكان. ولكن استغرب جون لما لقى اداه بتنور احمر زي عيون الوحش اللي هو شافه في الغابه، وشك جون ان ريتشارد بيحاول يخوفهم عشان يخليهم يبيعوا البيت بسعر رخيص ويكسب هو كتير. ولقى كمان نفس اللوحه الخاصه بجده في مكتب ريتشارد، وقال ريتشارد ان اللوحه دي خاصه بالقبيله اللي كانت عايشه هنا وهو بيحب فنهم. ومرتاحش جون وطلب من تريستان انهم يصبروا يوم قبل ما يمضوا اوراق البيع، وما اهتمش ريتشارد وطلب منهم ياخدوا وقتهم وراحتهم وهو مستنيهم بكره. ولما الشباب رجعوا للبيت اتخانق تريستان مع جون لانهم كانوا المفروض يمضوا الاوراق وياخدوا الفلوس في اسرع وقت، ولكن جون قال له على شكوكه من ريتشارد ان هو الوحش اللي بيحاول يخوفهم عشان يبيعوا البيت بسعر رخيص. واتخانقوا مع بعض، وتريستان مشي، وجون وانيا هيروحوا المكتب الجد لانهم لازم يعرفوا تفاصيل اكتر عن اللي بيحصل في الغابه. وراح تريستان للشباب وما لقاش بيك، وقال له جاري انها راحت تعوم ولسه ما رجعتش وبقالها فتره طويله، فقلقوا عليها وراحوا يدوروا ولكنهم ما لقوش غير اجزاء من ملابسها. وفي الغابه في صياد بيحاول يصطاد سمك وسمع صوت غريب، ولقى بيك وعينها بيضة وبتطلب منه انه يتبعها، وفقد التحكم في نفسه. وشاكك تريستان انه ممكن يكون جاري اذى بيك ولكنه قال انه ما عملش حاجة. وجون وانيا ما لقوش اي حاجة بخصوص الوحش في ابحاث الجد كلايد، وهيروح جون وانيا لمكان ريتشارد يمكن يلاقوا معلومات في مكتبه. وتريستان والباقيين هيروحوا يكملوا بحث عن بيك. ولقى جاري ان جون وانيا مشيوا مع عربيته، وطلب تريستان من الشباب انهم ما ينقسموش عن بعض في الغابة عشان ما يختفوش زي ما حصل مع بيك. وجاري مش مهتم، ولو انقسموا هيلاقوها اسرع، وسابوا الكلب ماكسي لوحده مربوط. والليل الحل وصل جون وانيا لمكتب ريتشارد، فريتشارد ما شافش انيا مع الشباب، فعشان كده جون هيختبئ في العربيه، وهتمثل انيا ان عربيتها عطلت ومستنيه زوجها يوصل. وظهر ريتشارد ولقى انيا لوحدها، وقالت ان عربيتها عطلت ومستنيه زوجها، وحذرها ريتشارد ان الغابه خطيره وفيها اسود ونمور ودببه. ولما مشي ريتشارد تسلل جون للمكتب، ولقى معمل وابحاث واسلحه، واكتشف ان ريتشارد هو صياد وبيدور على الوحش الضخم اللي في الغابه، والوحش ده هيكسبه فلوس كتيره اكتر من البيت نفسه. وعشان يصطادوه بدون قلق كان لازم يتخلص من جون والشباب ويشتري منهم المكان بسعر رخيص، وعشان يبيعوا البيت بسعر رخيص كان لازم يخوفهم عشان يخافوا ويمشوا ويبيعوا البيت. وماكسي الكلب سمع صوت من الغابه وقدر انه يحرر نفسه عشان يروح لاصدقائه ويحاول ينقذهم. وافترق بين وكات عن الشباب وهم بيدوروا على بيك، لقوا الوحش وخافوا وجريوا. وتريستان وجاري لقوا بيك وسحرت لهم وطلبت منهم انهم يتبعوها في الميه. ولما فقدوا التحكم في نفسهم ظهر الكلب ماكسي وهجم عليها ووقعت في الميه، وتحرر تريستان وجاري من سحرها. ولقوا بين وكات بيجروا في الميه عشان يهربوا من الوحش، ونجا بين ولكن الوحش خطف كات، وجريوا للبيت عشان يستخبوا. وسمع تريستان صوت الباب بيخبط، وما سمعش صوت الوحش، هو لقى ابوه الفاسد سام. ولما خرج جون من مكتب
مكتب ريتشارد لقى جارفي وقابلته وقالوا انهم في خطر كبير بسبب الوحش. واستغرب جون من الكلام وقال جارفي انه هيحكي له على كل حاجة ولكنه لازم يروح معاه للغابة، وقال ان ريتشارد شرير وهيأذي الغابة وهيعمل طقوس مرعبة لتحرير قوة الوحش الضخم بنياب، وانيا مش مرتاحة ولكنهم لازم يروحوا مع جارفي والقبيلة. وسام قال انه هيحتاج المساعدة من الكل عشان هو والقوات الخاصة بريتشارد لازم يصطادوا الوحش، وسام معاه عصاية الموسيقى اللي بتضعف الوحش عشان يحموا البشر منه، وريتشارد معين سام معاه وهيكسبوا فلوس لما يصطادوا الوحش لانه في شركات كتيرة عايزة تعمل عليه تجارب. واعتذر سام لابنه انه بعد عنه ولكن سام كان بيمر بظروف صعبة، والاصابة اللي في وجهه دي كانت اصابة لما كان بيحارب الوحش. ووصل جون لمكان القبيلة وانيا هتمشي وهترجع للبيت عشان تطمن على الشباب، وقال جارفي ان ريتشارد مش مهتم غير بالفلوس وهو طماع، ولو نفذ طقوس الوحش هو يتسبب في موت بشر كتير. وريتشارد طلب من سام انه ينفذ الخطة، وعرض ريتشارد على بين وجاري فلوس عشان يديهم اسلحة ويصطادوا الوحش معاه. وطلب سام من تريستان انه يكلم انيا عشان ترجع للبيت، واستغرب تريستان ولكن سام طلب منه انه يثق فيه. واتكلم جارفي عن اسطورة البطل بيامي مع القبيلة زمان، وكان فيه وحش مرعب بيحمي الغابة والقبيلة من اي حد بيحاول يأذيها، ولكن القائد بيامي لقى الوحش ده خطر على الناس وبيقتلهم، فقرر انه يحبس الوحش بنياب في كهف بعيد لحماية الناس من قوته الشريرة. وفيه 3 بنات نزلوا للكهف عشان يحاولوا يختبروا قوة الوحش، ولكنه بدل ما يقتلهم نفذ عليهم طقوس سحرية عشان يسيطر عليهم ويخليهم يشدوا البشر للكهف، وبالتالي الوحش بنياب هياكلهم. وجارفي عانى مع القبيلة عشان يضعفوا الوحش ويحبسوه من تاني، وريتشارد معين سام معاه عشان يصطاد الوحش في مقابل الفلوس، والوحش غضب وهو اللي هيصطادهم دلوقتي. وحاليا الوحش بنياب مسيطر على بنتين وهما بيك وكات، ولو سيطر على انيا قوته هتكون كبيرة ومحدش هيقدر عليه. والوحش بيمنح البنات الحياة الأبدية في مقابل خدمته وتسليم البشر ليه عشان ياكلهم. ورجعت انيا للبيت بسرعة بسبب مكالمة تريستان، ولما دخلت للبيت قبضوا عليها. وجون خايف على انيا ومعهوش عربية لإنقاذها، فاداله جارفي مفاتيح عربية وقال انهم لازم يوقفوا الوحش وكمان ريتشارد الطماع. وريتشارد وقواته معهم انيا وبالتالي هيشدوا الوحش ليهم وهيوقعوه في فخهم وهيصطادوه. وانيا مش مرتاحة لسام ولكنها قدرت انها تحرر نفسها، وتريستان متضايق من اللي عمله سام معاه وهو وثق فيه وسام خدعه. وطفوا الانوار وحسوا بالهدوء اللي الوحش بيظهر بعده، وهجم عليهم وبيقتل فيهم، ولكن استعمل سام الموسيقى واضعف الوحش وقبضوا عليه وبيكهربوه ومش عارفين يخدروه. والوحش حرر نفسه وهجم عليهم، وهربت انيا واستخبت مع تريستان، وجريوا بالعربية وما قدرتش انيا تلحقهم وجريت واستخبت مع الوحش. وريتشارد راح وراها وهو بيدور عليها لقت الوحش، وهجم الوحش على ريتشارد وقتله، ولقت انيا سام وخطفها. وبين وجاري وتريستان بيهربوا لقى الوحش وراهم وعملوا حادثة وضللوا الوحش. ولما فاق جاري لقى بين مات بسبب الحادثة وكمان ما لقاش تريستان، وسمع صوت ولقى كات وبيك محاصرينه وبسحرهم سيطروا عليه، وطبعا هيودوه للوحش المسيطر عليهم عشان ياكلوا. وجون على الطريق لقى اثار اقدام الوحش الضخم، ولما رجع للبيت ما لقاش غير كلبه ماكسي مستخبي من الوحش، ولقى اثار معركة الوحش مع ريتشارد وقواته، ولقى الدم والجثث في كل مكان ومش لاقي اي حد خالص حي. وتريستان محبوس في مخبأ الوحش في الكهف وجنبه جاري اللي الوحش بياكل فيه. والصبح حل ولقى جون ان جارفي ظهر ومستعد لقتل الوحش بنياب او حتى يحبسه في مخبأه من تاني، وعشان جارفي يعمل كده لازم يوصل لعصاية الموسيقى عشان يضعف الوحش. وجون عايز ينقذ اخوه تريستان وكمان انيا وباقي البنات، وهيروحوا لكهف الوحش، وجون هينتقم من سام الفاسد. وسام وصل مع انيا لكهف الوحش وربطها في المخبأ وهيستخبى عشان يحاول يضلل الوحش وهو في المية، وهيستخدم ساعتها سام الكهرباء وهيقتله. ووصل جون وجارفي للكهف، وجارفي عايز يحمي قبيلته والناس من الوحش، وهيحاول يعمل كده زي القائد بيامي زمان. وادى جارفي لجون سلاح وكمان خشب عشان يسد بيه اذنه عشان يحمي نفسه من كلام البنات الساحر. وحاسس جون ان سام هو اللي قتل الجد كلايد بسبب طبعا طمعه في ابحاثه الخاصة بالوحش. والبنات بيك وكات تجمعوا عشان يشوفوا الوحش وهو بيحول انيا لواحدة زيهم. وبدأ الوحش يحولها وسام بيتفرج ومستمتع.
وما قدرش الوحش يكمل طقوس التحول بسبب جارفي اللي ظهر وهجم عليه. والوحش فاكر جارفي لانه حبسه هنا في اخر مرة. وقابل جون سام وقال سام انه قتل كلايد وهو اتجوز ام جون عشان يتقرب من كلايد وابحاثه. وهجموا على بعض واصاب جون سام واعتقد انه مات. وحاول جون يروح لانيا والبنات حاولوا يسيطروا عليه ولكنه سد ودانه بخشب جارفي وما قدروش عليه. والوحش حاصر جارفي وجون ما قدرش على الوحش وانقذ جون انيا وشتت جارفي الوحش وادى فرصه للشباب انهم يهربوا. وجارفي تعب الوحش وهجم عليه كتير وفقد التحكم في بيك وكات واتحرروا من سيطرته عليهم. وطلب جون من البنات انهم يخرجوا من الكهف وهو لازم يدور على اخوه تريستان. ولقى جون جثه الصياد ولقى تريستان وحرره. وهما ماشيين لقوا سام ظهر وضرب نار على جون واصابه. واستخبى جون وطلب من تريستان انه يمشي بسرعه والبنات هيستنوه عند البيت. وراح جارفي لعصاية الموسيقى واستخدمها لإضعاف الوحش وقدر انه يقضي عليه. والوحش هيفرقع والكهف كله هينهار. وخرج تريستان من الكهف وجارفي وسام وجون الكهف انهار عليهم. ورجع تريستان للبيت وزعلت انيا بسبب موت جون. وهيسيب تريستان البيت والمكان والارض للقبيلة وهيمشي من هنا طبعا بسبب الحاجات المرعبة اللي عاشوها في الغابة. وتريستان والبنات عمرهم ما هينسوا تضحية جون ولكنهم لازم يكملوا حياتهم. في أمريكا زمان سنة 1887 بيظهر جون. حصانه اتصاب في رجله وجون هيريحه من الألم وهيقتله. وجون وحيد ومراته وعيلته ماتوا من زمان بسبب مجرمين فاسدين. وعمل جون صفقة مع الشيطان عشان يمنحه القوة وينتقم من المجرمين اللي قتلوا مراته وعيلته. وسمع جون صوت غريب وحس انه الذئب عادي. وبالليل وفي أحد الفنادق بيظهر العجوز شارلي وهو راعي للأحصنة ومستمتع بالليلة الهادية والموسيقى والأكل. وشارلي سامع صوت ذئاب والأحصنة خايفة وشارلي زهق من الذئاب لأنه بيحس بيهم وبيسمع صوتهم دايما كل يوم بالليل. وهو لازم يحمي الأحصنة لأنه فيه ناس هيوصلوا بكرة وهيشتروا الأحصنة. وراح بره الفندق وضرب نار عشان الذئاب تبعد وتختفي. وما زال شارلي سامع صوت الأحصنة الخايفة وراح يطمن عليهم ولقى إنه فيه فار عادي وده سبب خوفهم. وشارلي مش مهتم وبيضحك. ولما خرج شارلي من الفندق سمع صوت وحش وهو مش واخد باله فيه مستذئب هجم عليه وقتله. وتاني يوم الصبح في القرية المارشال هادي ونايم في القرية الآمنة. وفجأة ظهر الأخوة نورتن وهم مجرمين سفاحين وبيسرقوا البنوك. وسرقوا البنك وبيقتلوا في الناس وده 5 بنك يسرقوه في المنطقة. وصحي المارشال ولكنه اتأخر جدا لأن الأخوة نورتن سرقوا الفلوس وهربوا. وفي الغابة بيظهر بين وباتريك ومعاهم الزوجين سارة وجاك وهم لسه متجوزين وهيسافروا عشان يقضوا شهر العسل. ومعاهم السيدة ماري والصحفي سام. وماري معاها خاتم فضة كان هدية من والدها وجوزها مات من 2 سنين. ومعاهم القسيس روبرت وهو مش مرتاح للطريق وحاسس انه فيه مخاطر هتحصل. وطمنوه انهم كلهم في امان وهيعدوا على فندق شارلي عشان يشتروا منه الاحصنة. وعلى الطريق ظهر جون وشاور لبين وباتريك عشان يقفوا ويساعدوه ولكنهم مش هيهتموا. فاضطر يستخدم سلاحه وضرب نار في السماء. ولما وقفوا قال لهم انه مش هيسرقهم هو بس حصانه مات وهيديهم فلوس عشان يركب معاهم ويسافر لقريته. ووافقوا طبعا عشان الفلوس. وسلم جون على الناس وكلهم معاهم اسلحة ما عدا القسيس وسارة وسام. وطمنهم انه هينام وهيسيبهم في نص الطريق. والمارشال علق اللافتات ان الاخوة نورتن مطلوب القبض عليهم احياء عشان يرجعوا الفلوس. وراح المارشال لصديقته جينا وهي ست هندية عندها قوة روحانية بتساعدها على القبض على المجرمين. وبتشرب كتير وبتقول للمارشال انه علاج مسكن ليها. وطلب منها تبطل شرب لانها محتاجة تركز للقبض على الاخوة نورتن. وحذرته جينا انهم ما يعملوش كده الليلة لان الليلة هي ليلة القمر الدموي وفيه مستذئب هيظهر عشان ياكل البشر. وهي شافت كده في الرؤية وفي احلامها كمان. والمارشال مهتمش وهو مش مؤمن باسطورة المستذئب. وبين وباتريك وصلوا بالناس لقرية شارلي ووصلوا للفندق. والقرية فاضية لان الناس راحت للكنيسة البعيدة ومش هيرجعوا الا بكرة. وبين وباتريك نادوا على شارلي
شارلي، ولكنهم ملقوش رد وبدأوا يقلقوا، والكل مش مرتاحين للقرية الفاضية وعايزين يمشوا منها. ودخلوا يدوروا على شارلي ولكنهم ملقوش حد، وراحوا يدوروا عليه في الغابة ولقوا جثته وهي متاكلة، واعتقدوا انه فيه جماعة ذئاب كانوا جعانين وهجموا عليه وكانوا جعانين جدا شكلهم. والغابة دي ما فيهاش دببة، ولقى جون شعر غريب مستحيل يكون لذئب. وقلقوا اكتر لما لقوا سلاح شارلي وشكل رصاص الاسلحة ما كانش كافي لحمايته من الذئاب. ورجعوا للفندق والصحفي سام حكى للكل على اللي حصل للعجوز شارلي، وكلهم قلقانين زي جون انه فيه وحش غريب هو اللي هجم على شارلي. الغريبة انهم لما دوروا على الاحصنة ما لقوهاش، ولقوا مكان الاحصنة فاضي اكن في حد حررهم وخلاهم يهربوا. والقسيس مش مرتاح لانه من الصبح وهو حاسس انه فيه مخاطر هتحصل لهم، وراحوا يدفنوا ما تبقى من جثة شارلي. والقسيس قال انه شاف حد في الغابة حواليهم ولكنهم مش لاقيين حد. وفجأة الاخوة نورتن ظهروا وضربوا عليهم نار، وقدروا انهم يقتلوا القسيس وبين وباتريك. وجون وجاك مش هيقدروا على الاخوة نورتن، فحلهم الوحيد هو انهم يستسلموا عشان على الاقل يحموا الستات اللي معاهم. وهانج طلب منهم انهم يدخلوا للفندق عشان يعرف هيعمل ايه معاهم. وقالوا للاخوة نورتن انه فيه ذئاب كلت شارلي. وجيل بيفتش في جاك اكتشف انه شرطي، وجيل وهانج ما بيحبوش الشرطة وهيقتلوه. وادى جيل مسدس لجاك عشان يحاربوا بعض، فتدخل جون وطلب من جيل انه يديه هو المسدس ووعده انه هيقتله. وجون مش مهتم بتهديد جيل وبيضحك. والاخوة نورتن قلقوا من جون وطلبوا من سام انه ياخد الاسلحة من الكل. وهانج خرج من الفندق عشان يلاقي مية وسمع صوت المستذئب، ورجع للفندق وقال لجيل وسألوا الناس على اللي حصل مع شارلي. ولما قالوا انه في حد كله اعتقدوا انه دب هجم عليه، ولكن قال جون ان الدببة مختفية من 200 سنة، وبيعتقد جون ان فيه وحش في الغابة بياكل البشر. وطلب الاخوة نورتن من ماري انها تلاقي حبال وتربط جاك وجون. وفي القرية وصلت جانا لمكتب المارشال وحذرته لتاني مرة من خطورة الصيد وقت القمر الدموي، ولكنه مهتمش. المهم هو انهم يلاقوا الاخوة نورتن ويرجعوا الفلوس. والمارشال حاول يديها مسدس ولكنها مش هتحتاجه لانها معاها رماد سحري بيقضي على المستذئبين وبيرجعهم لبشر. وطلبت منه انه ياخد معاه طلق مصنوع من الفضة، ولكنه مهتمش بكلامها وبأسطورة المستذئب. والاخوة نورتن هيخلوا سارة وماري تعمل لهم اكل وشرب، وبعد كده هيمشوا من الفندق. وحاسس هانج انه عارف جون، وافتكروا انه هو اللي باع نفسه للشيطان عشان ينتقم من اللي قتلوا عيلته ومراته. وجون قتل في كل المجرمين ودلوقتي اصبح صياد ضعيف وهم قابضين عليه. وجيل وهانج بيفكروا انهم يقتلوه قبل ما يمشوا من الفندق. والمارشال وجانا بيتبعوا اثار احصنة الاخوة نورتن ووصلوا للغابة، وهم قريبين جدا من فندق شارلي، ولكن الليل هيحل عليهم. وبسبب ابتعاد جانا عن مشروباتها المسكنة فهي حاسة انها مش بخير. وطلب منها المارشال انها ترجع للقرية لو تعبانة وهو هيكمل لوحده، ولكنها رفضت وهتكمل معاه لانها خايفة عليه من المستذئب. وطول عمرهم كانوا بيبدأوا مغامراتهم مع بعض وهينوها كمان مع بعض. وسارة وماري بيجهزوا الاكل، لقت سارة السكينة وهتخبيها معاها، وهي وماري لازم يحرروا جون وجاك ويعملوا فخ للاخوة نورتن. وظهر هانج وحاسس بالغدر، ولما مسك ايد سارة لقى المعلقة واطمن انها مش هتغدر بيه، وقال لهم ان هو واخوه جيل هم سفاحين. وفجأة سمعوا صوت المستذئب وحس هانج انه بره الفندق، وقال جون ان الصوت اللي هم سمعوه ده هو صوت لمستذئب، واسلحتهم مش هتقضي على المستذئب ولازم يضربوه بطلق مصنوع من الفضة ويضربوا المستذئب في قلبه. وما صدقوش كلام جون طبعا، ولكن هانج هيخرج من الفندق وهيروح يتأكد. وقال هانج لاخوه جيل انه لو اتأخر ومرجعش للفندق فجيل لازم يقتل الكل ويهرب بالفلوس. ولما خرج هانج من الفندق ملقاش المستذئب، ولما راح لمقبرة شارلي لقى كل الجثث اختفت، وساعتها بدأ يشك ويصدق كلام جون. ولقى هانج كتاب القسيس روبرت، وحاسس ان هو واخوه لازم يمشوا من هنا بسرعة وهيدوروا على اي اسلحة في الفندق عشان لو المستذئب ظهر لهم في نص الطريق. ورجع هانج للفندق وقال لجيل على اختفاء الجثث، وكمان اداله كتاب روبرت. والاخوة نورتن هياكلوا وهيمشوا وهيسيبوا الناس مع المستذئب وهو هياكلهم. وراحت سارة تشرب جاك واديته السكينة عشان يحرر نفسه وبعد كده يحرر جون. وحس جون بالسكينة وهما الاتنين حرروا نفسهم ومستنيين ماري انها تشتت الاخوة نورتن. وماري ضربت نار على جيل بعد ما شتتته وقتلته. وجون اصاب هانج ووقع واغمى عليه. وجون والباقيين لقوا ان سام اختفى وسمعوا صوت المستذئب، ولما خرجوا يتأكدوا لقوا المستذئب كل سام وضربوا نار على المستذئب، ولكن المستذئب هرب. ومسدس ماري ما فيهوش غير
رصاصة واحدة بس ومش عارفة تستخدمها في ايه. وحسوا ان المستذئب فوق الفندق، وهيروح جاك وسارة لداخل الفندق وهيتأكدوا، وجون وماري هيراقبوا الفندق من الخارج. وجاك وسارة حاسين بالمستذئب وهيتفرقوا للبحث عنه اسرع. وادى جاك لسارة مسدس عشان تحمي نفسها. وسمع جاك صوت صراخ سارة وفاق هانج ولقى المستذئب ماسكها، وضرب هانج النار على المستذئب وهرب. وجون شاف المستذئب وضرب عليه النار، ولكن اصابات المستذئب بتتعالج بسرعة لوحدها. والرصاص مش هيقتل المستذئب، هو بس خوفه وبيخليه يهرب. والمارشال مع جانه مخيمين في الغابة، ولقى المارشال ان جانه ما بتردش عليه، وقالت له ان القمر الدموي حل وهي بتشرب عشان تمنع نفسها من التحول لانها مستذئبة. وتحولت جانه وحاول المارشال انه يصيبها بالمسدس، وهجمت عليه ورماد السحر وقع منها، وخافت من ضرب النار وهربت. والمارشال ما قدرش انه يقتلها لانها صديقته. وجون والباقيين بيجهزوا الاحصنه والعربيه عشان يمشوا من هنا قبل ما المستذئب يظهر من تاني. وجون معاه سلسله مراته، وبعد ما انتقم من المجرمين هو خلاص ما بقاش قوي، وبيتمنى جون انه يموت ويحصل مراته ويرتاح لانه مش سعيد في الحياه. وهم رابطين هانج في الفندق وسايبين سارة معاه عشان تراقبه. وسارة عالجت اصابه المستذئب ليها في ايدها، وهي مع هانج قال لها انها لازم تحرره لانه انقذها من المستذئب، ولكنها رفضت لانه كان عايز يقتلهم اصلا. وبتتمنى سارة انها تسلم هانج للمستذئب وياكله. والباقيين دخلوا يطمنوا عليها وسمعوا صوت الاحصنة ولقوها جريت لان المستذئب حررهم. وكده هم محبوسين هنا، وسمعوا صوت المستذئب وادى جون لجاك كتاب القسيس روبرت عشان يحافظ عليه. والمستذئب ظهر وهجم عليهم واسلحتهم ما قدرتش عليه. وظهرت ماري وسارة وحاولت سارة انها تولع في المستذئب، والمستذئب خاف من النار وهرب. ولما جون والباقيين دخلوا للفندق لاحظ جون الخاتم الفضة اللي في ايد ماري، وهيقدر جون انه يعمله كطلقة ويقتل بيها المستذئب في قلبه. وماري زي ما قال لها والدها زمان ان الخاتم ده في يوم هينقذها، ولازم يفكروا في طريقة عشان يشدوا المستذئب ليهم من خلالها. والطريقة هي انهم يستخدموا هانج كطعم لشد المستذئب عشان ياكله. وخرجوا من الفندق وحرر جون هانج ورماله مسدس عشان يقدر يحارب به المستذئب. والمسدس بسبب الطين مش هيشتغل والوحش ظهر. والمستذئب هجم على هانج وهجم على جاك وجون كمان، وجون ما قدرش انه يصوب على المستذئب بسبب سرعته. ودخل المستذئب للفندق وحاصر سارة، وراحت ماري تحاول تحاربه ولكنها ما قدرتش، وباخر رصاصة في مسدسها خلصت على نفسها وماتت. والمستذئب هيخطف سارة عشان يبقى ياكلها بعدين، وجاك وجون مغمى عليهم ومش هيقدروا ينقذوها. والمارشال ظهر وبأحصنته وهجم على المستذئب وأنقذ سارة. والمستذئب غضب وحاول يهرب، ولكنه لازم ياكل البشر ولازم ياخد سارة. وراحت سارة لجاك وفوقته، وراح المارشال لجون وفوقه. وجون اتضايق لما لقى ماري ميتة، وراح لمسدسه للانتقام ليها وقتل المستذئب. ولقوا المستذئب فوق البيوت، وقدر جون انه يضربه بطلقة الفضة وقتله. وادى المارشال الرماد السحري لجون عشان يحرر المستذئب من لعنته. والمستذئب رجع من تاني كبشري وتحول لجثة وهيدفنوه. والمارشال عرض على جون وظيفة، وعرض على الكل مكافأة مالية لانهم ساعدوه في القضاء على الوحش وكمان الاخوة نورتن. ولكن جون مش محتاج فلوس، وقبل ما يمشي طلب من المارشال انه يدفن ماري ويعمل لها كمان جنازة كويسة لانها ساعدتهم في القضاء على الوحش. وطلبت سارة وجاك من المارشال انه يرجعهم لقريتهم بعد ما قضوا اول يوم مرعب من شهر العسل. وودع جون جاك وسارة وبيتمنى انه يشوفهم من تاني، ولكن ما يلاقيش اي مستذئبين. والقمر الدموي انتهى والمستذئب مات. وفي الغابة رجعت جانة لحالتها الطبيعية بعد انتهاء القمر الدموي، وهتحاول تبعد عن قريتها وتدور على قرية تانية لانها خايفة من المارشال انه يقتلها. بس كده يا شباب، دي نهاية الملخص. وفي الوصف هسيب لكم روابط لأفلام أكتر.